بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنرحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي. وقبل ما نتكلم عن مباراة النهارده، مباراة الزمالك وانيمبا النيجيري، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وشيروا فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين، وشكرا مقدما لكم. نادي الزمالك ان شاء الله بعد فوزه على نادي غزل المحله وتألقه واحراز 4 اهداف، والبطل ناصر منسي بيرجع للتهديف تاني. وهل يا ترى ناصر منسي هيبقى حكايه واسطوره زي فلافيو كده لما جه النادي الاهلي وقعد يضيع في فرص وما يحرزش اهداف فتره، وبعد كده تألق وتوهج ناصر منسي السنه دي من المنافسين على هداف الدوري المصري ان شاء الله، وربنا كرمه لانه هو لعيب مجتهد. وشفنا الهدفين اللي جابهم في المحله، الهدف الاولاني شيب من فوق الجون، محتاج لعيب كبير، مهاجم كبير جدا. والهدف الثاني من رأسية. الحاجات دي اهداف تبان سهله، ولكن احنا ما عندناش في مصر المهاجم اللي بالكواليتي بتاعت ناصر منسي. المباراه هتكون بعد فوز نادي الزمالك على نادي ريد بولز بهدفين مقابل لا شيء. نادي الزمالك محتاج يكسب انيمبا على ارضه عشان ياكد جدارته وتفوقه وان هو البطل لبطولة الكونفدرالية الموسم اللي فات، وإن شاء الله من المنافسين الأقوياء على بطولة الكونفدرالية الموسم ده. فريق أنيمبا النيجيري فريق مش سهل، والدوري النيجيري دوري قوي بيخرج منه لعيبة كبيرة جدا، ومنتخب نيجيريا من الفرق القوية طبعا على مستوى قارة أفريقيا. فالمباراة أبدا مش هتكون سهلة. المباراة هتتلعب إن شاء الله يوم الأحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وهتتذاع على قنوات بين سبورت. بنتمنى طبعا نشوف بقى الناشئين بتوع نادي الزمالك واخدين فرص. يا ريت يا جوميز ما تقعدش احمد ايشو، لاننا بنستفاد طبعا من اللعيبه الناشئين لما تاخد خبره احسن من